بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن موضوع شدني جدا والله، وتابعته وسهرت وأنا بتفرج عليه. بس حاجة يعني قمة في كل شيء، في التنظيم، في المعاملة، في الابتسامة. الموضوع ده هو موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. قمة التمدن والتحضر والابتسامة. اللي رايح ينتخب مش رايح بقى ويقابل موظف قاعد كده، لا، أماكن واسعة محترمة. الملك المواطن لابس أحسن حاجة ورايح ينتخب بمنتهى الاحترام بمنتهى المعاملة. ولا شفنا أي شرطة ولا شفنا ولا أكننا حاسين ده هو بيخش بيتعامل مع موظف، بيخش يتعامل. شفناها بقمة الرقي والإنسانية وجبر الخواطر. انتخابات ده درس لكل دول العالم. أنا ماليش دعوة بالسياسات الأمريكية، انا بتكلمش، انا بتكلم عن اجراء من ناحيه القانون. برضو الانتخابات دي تخصنا برضو قانون. انا ماليش دعوه بالرئيس انما في دروس يعني بتكلم عشان في دروس. قلنا قمه التمدن والتحضر وجبر الخواطر. يعني ايه جبر الخواطر؟ اللي سقط في الانتخابات اللي هي هارس دي ما قالتش ده في تزوير وخبطت لا ده هنا في مش عارف ايه، ده هنا احنا عندنا المدرسه دي فيها كذا والحي ده في كذا. لا 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 لا. اول حاجه عملتها المنتخبه اللي هي ضد ترامب، رفعت سماعه التليفون واعترفت بالهزيمه وهنت مين؟ ترامب على طول في نفس اليوم، مفيش في نفس الساعه. شوف قمه التمدن والتحضر. واعترفت بالنتيجه، ولا قالت تزوير، ولا قالت في لا في غش، ولا قالت كان في الشرطه بتضرب، ولا حاجات كتير جدا تبقى فيها مساوئ في الانتخابات. وفي نفس الوقت جبرت الخاطر. ما هو انت دلوقتي انا نازل وانت نازل قصاد، انا نجحت بيبقى في عداء، او انت نجحت وست انا في عداء وشايل منك. لا، انا لما ارفع التليفون واقول لك مبروك وبتاع، انا بدل قلت لك مبروك اعترفت بهزيمتي واعترفت بنصرك. قمه التمدن والتحضر. ما قلتش لا بقى ابقى انا ساقط وما ما خدتش صوت، لا ده هو غش، ده هو زور، ده الناس كانوا بيقولوا، الناس كانوا بيدوا فلوس ناس فلوس، كل الكلام ده. يعني ناس محترمه جدا. قمة التمدن والتحضر في الانتخابات الأمريكية. العرب ادوا درس في أمريكا لهارس. دي بقى اللي تخصنا بقى إيه؟ إن هي عشان كانت مع إسرائيل ضد فلسطين ومشجعة الحرب ضد غزة، في غزة وفلسطين وفي لبنان، العرب وقفوا لها بالمرصاد وصوتوا ضدها. يعني كان هم بيقول لك العرب دول أغلبهم ديمقراطيين، لا سمعتوا. انما تحولوا من ديمقراطيه من ديمقراطيين الى الديمقراطيه دي بتاعتهم الى جمهوريين، الى ترامب. ما هو ترامب ده برضو ايه؟ يعني شخصيه هي جذابه تجذبك، انما هو بيتعامل مع امريكا بان هو راجل اعمال بالمصلحه. هعمل لك حاجه هاخد حقها، وده الصح وده الصح. ماليش دعوه بالسياسات. بقول ان امريكا ادت درس لكل دول العالم في عمليه الانتخابيه وفي قمه التمدن والتحضر والمعامله الانسانيه للانسان. الانتخابات الرئاسيه الامريكيه وفاز فيها ترامب بعد ما سقط قصاد بايدن اللي ما حسيناش بيه خالص، وكان للاسف ضد العرب في كل سياسته. احنا بنتمنى بقى من ترامب ان هو يوقف لنا الحرب دي مع اسرائيل، وهي صعبه جدا علشان اخواننا في غزه. انما انا اللي بتكلم دلوقتي يعني ده امل كمواطن. انما اللي انا بقوله ان امريكا ادت درس عظيم جدا جدا لكل دول العالم في اجراء العمليه الانتخابيه والاعتراف بالهزيمه والتهنئه بالنجاح. وشكرا.